طلع وراح لاخوانه واخوياه وجماعته في الديره، سلم على هذا، تكفى يا فلان سلف وجه الله، تعطيني اللي عندك. قال بكره العيد وين اعطيك؟ قال اللي معك. خذ من هذا 50 ومن هذا 20 ومن هذا 80 ومن هذا 100، جمع له يمكن 1003 1003. والله ما تجي بالذبيحه عندهم بعملتهم الجنيه، ما تجي بالذبيحه. قال على الله بروح للسوق ثاني، ويرجع القضارف من عصار القضارف. يوم جاء لا والله السوق لا زال حال، فكر قال انا ورا ما ترزق الله اجمع لي قرشين من عرق جبيني لعلها تساعدني في مشترى الخروف وفي رجعتي لديرتي. لا والله هكا مثل ما تقول دينا تجي فيها 250 طلي طليانه وطليان سمان طيبه. قال بس ارجع ابى اساعدهم في خاطره، ارجع تعال ارجع. لهم ريوسة الدينا اليوم وقفت، وهو يفتح الباب ويحولونها كالعيال متعافين ونشاط وبين عليهم الغنات. والله ما تلمسوا شيء، انا اللي بنزل الحمله كلها. افتح باب الدينا والقط الخروف. يوم اسحبه قال واحد منهم يا ولد، قال سم، قال الله يبارك لك في اللي في يدك. قال ايش تقول؟ قال اقول الخروف اللي في يدك هذا لك خذه. قال ما معي حقه. قال ما طلبتك حقه، هذا عطى. قال كيف تعطيني شيء وانت ما تعرفني؟ انا بنزل هذه وعطوني شيء بسيط، لا تعطوني. قال لا حنا عندنا عهد مع الله، حنا عندنا خير، الحلال اللي تشوفه ذا لنا، وعندنا كثره 20 مره في البر، حنا هالحلال ومعاهدين رب العالمين. لطبينا السوق من شكر نعمه الله علينا ان احنا اول خروف يمسكه اول رجال نعطيه اياه، هو غني ولا فقير، وهالحين صار من حظك رزقك خذه. تذكر الموقف اللي صار له الصباح وهو يرد الخروف ويسكر الباب ويجلس في الارض ويقعد يحط كوعه على رجله ويقعد يبكي من قلب لين اجهش بالبكاء. قالوا يا مسلم ترى خروف ما يسوى تصيح عليه هالصياح. قال انا ماني ببكي من الخروف، انا ابكي من كرم الله سبحانه وتعالى.